دكتور ايمن بقى اسال حضرتك على الاحتياطات اللي ممكن الست تبدا فيها خلال انها تبدا بقى انها بدات حياتها الزوجيه، وهتبدا متوقع طبعا انها تكون زي ما كل الناس بتسالها بقى اخبارك ايه، مفيش حاجه في السكه، فمتوقع بقى انها الحمل ان شاء الله والشهور بتاعه الحمل. هل في احتياطات معينه الست بتبقى واخداها قبل ما تبدا قصه الحمل ديت؟ وهل برضو خلال فتره الحمل في حاجات معينه لازم تبقى حريصه على متابعتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خلينا نتفق ان كل السيدات الحوامل لازم يلقوا نوع من الرعايه والعنايه. تمام. بالنسبه لمرحله ما قبل الحمل، طبعا لو السيده بتعاني من مشكله معروفه، مشكله طبيه، لازم تلجا للطبيب وتخبره ان هي بتستعد لحدوث ان شاء الله الحمل، عشان لو في احتياطات معينه. لو عندها مشكله قبل كده، عندها قصد مشكله حضرتك طبعا، عندها ضغط، عندها سكر، عندها انيميا، طبعا يفضل ان كل ده يبقى يتم السيطره عليه ويتم التحكم فيه قبل ما يحدث الحمل. تمام. من ضمن الحاجات المهمه جدا ان السيدات تبدا فيها، اي سيده بتستعد للحمل، هو الفوليك اسيد، حمض الفوليك، وده نوع من الفيتامينز لو ان هو بيقي من بعض التشوهات الخلقيه، ربنا يعافي كل مريضاتنا. تمام. بالذات تشوهات المخ والاعصاب. تمام. فأي طبيب نساء بتلتقي بسيدة وبتخبره ان هي بتستعد لحدوث حمل، لازم يوصف لها الفوليك اسيد. تمام. بعد الحمل طبعا، بعد ما يحدث الحمل، لازم المريضة او السيدة الحامل تلجأ للطبيب النساء بتاعها وتبدأ بقى في الزيارات الدورية الروتينية اللي هي بتبقى تقريبا كل شهر، بعد الطبيب ما يطمن على الحمل، يعرف مواعيد شهرها ايه بالظبط كده. وتفضل بقى المتابعات بقى اللي هي كل شهر لغاية الشهر السابع، من الشهر السابع وطالع المفروض كل اسبوعين. تمام. نبدأ نتابع بقى لو في اي مشكلة. بالظبط. اهم حاجة المفروض الطبيب يطمن منها في اول الحمل، طبعا وجود الحمل داخل الرحم، وجود نبض، وتوافق حجم الحمل مع التاريخ اللي بتقوله السيدة. تمام. اللي بتذكره اللي هو بتاريخ آخر دورة شهرية. الاثنين متفقين مع بعض، خلاص يبقى أمورنا تمام. يقول لها يبقى احنا أمورنا تمام. الحمل كل شهر بيبدأ يوم كذا، وتجيلي كل فترة معينة، بيطلب لها التحاليل الروتينية اللي هي بتنطلب في أول شهور الحمل. تمام. بيأكد تاني على الفوليك أسيد إذا ما كانش اتكتب، وبعدين يبدأ يكتبه. طبعا الطبيب بياخد منها التاريخ المرضي علشان يحط السيدة دي في الكاتيجوري بتاع هي حمل طبيعي عادي ولا حمل حرج مثلا. أيوة بالظبط كده. وطبعا كده في رعاية، حتى لو هي مش حمل حرج، حمل طبيعي، فهو لازم كده في برضه الرعاية دي ثابتة معانا. الرعاية دي ثابتة، لكن الحمل الحرج بياخد طبعا رعاية ليه خطوات تانية. بالظبط، مكثفة أكتر. تمام. طبعا نتمنى لكل السيدات الحوامل رحلة حمل وولادة سالمة إن شاء الله. تمام. شكرا. إن شاء الله.